المنتخب المغربي يتوفر على تشكيلة قارة معروفة من اللاعبين يؤدون بشكل جيد. صحيح هناك مشكلة اللمسة الأخيرة وتجسيم ما يحصل من فرص إلى أهداف، لكن هناك من يتحدث عن جودة البدلاء مقارنة مع الأساسيين. هل فعلا يعاني المنتخب المغربي من مستوى البدلاء لا يقارب إلى حد ما مستوى الأساسيين، وهل هذه يمكن أن تشكل مشكلة عندما يحتاج وهبي عندما يلف براسه على دكة البدلاء ولا يجد نفس الكواليتي من اللعيبة؟ لا أظن بأن الأمر يتعلق باختلاف مستوى. الأمر هو متعلق بالعقلية في الحقيقة، في المستوى الذهني. بالنسبة للاعبين يبدأون على دكة الاحتياط ربما يكون من الأسهل أن تدخل خلال المباراة عندما تسير الأمور بشكل جيد أكثر من أن تبدأ المباراة وتسير الأمور بشكل جيد كالعادة. هناك بعض اللاعبين الذين بدأوا المباراة اليوم ولم يكونوا قد دخلوا حتى في آخر مباراتين، وأول مباراتين نفس اللاعبين هم الذين غادروا ودخل مكانهم لاعبون نفسهم تماما، نفس التغييرات في أول مباراتين. بالنسبة للأربعة لاعبين الذين عوضوا اليوم 3 منهم لم يلعبوا حتى الآن، كانت أول مباراة لهم، وهذه كأس عالم كذلك لا تنسوا. هذه ليست مباراة دوري مع النادي، هناك ضغط مختلف، ضغط إضافي في هذه المنافسة. نحن نلعب من أجل بلدنا هنا أمام العالم بأكمله، لذلك هذا يختلف ويدخل في الحسبان بالنسبة للاعبين. لذا ليست مشكلة مستوى أو فارق مستوى بين الأساسيين والاحتياطيين، هناك مهارة كبيرة جدا على دكة الاحتياط اليوم، والمجموعة الموجودة اليوم بالنسبة للمهارة والفنيات هناك أكثر منا نحن عام 2022 لو قارنا، لكن بالنسبة لي هي فقط مستوى ذهني، رغبة، تركيز. هناك فترات كذلك اللعب بالكرة لا يكفي، كذلك يجب أن تعرف كيف تدافع جيدا، يجب أن تعرف كيف تكون شرسا لاسترجاع الكرات لكي تلعب الهجوم بعدها. لكن أظن أن ما حدث اليوم جيد، هذا شيء جيد في الحقيقة. هذا يبرز كذلك أنه عندما تتأخر مرتين في النتيجة تستطيع أن تبرز شخصيتك وتعود في المباراة وتفوز في النهاية. هذه أشياء قد تحدث في المستقبل أن تتأخر في النتيجة، ومن الجيد أن يحدث هذا الآن، وأن ندرك بأننا نملك شخصية جيدة ومستوى ذهني للعودة حتى عند التأخر وقلب الموازين مهما كانت، حتى إذا لم تكن في مستواك الممتاز كالعادة. يجب الاعتماد على هذه الإيجابيات بصراحة لكي نجهز لما تبقى من المنافسة، لأن الأمر سيصبح أصعب وأصعب من مباراة إلى أخرى الآن. وأن نقول لأنفسنا كذلك أنه عندما لا يكون هناك كل العوامل دفاعيا وهجوميا وجماعيا عندها يكون هناك صعوبات. لذا هذه هي كأس العالم، هذا هو المستوى العالي، ويجب أن نكون جاهزين بنسبة 100% ذهنيا جسديا فنيا كذلك. هذا هو المطلوب، والتفاصيل الصغيرة تصنع الفارق دائما وأكثر عندما نتقدم في البطولة. حتى إن توفرت على المقادير جميعها، إذا لم تكن طباخ ماهر لن تخرج بالطبق الشهي الذي يلبي الطموحات. سأعود إليك كابتن يوسف. كانت ناجح تقريبا في كل تغييراته، تكلم عن التغييرات اللي عملها هبي، لا في المباراة الأولى لا المباراة الثانية لا حتى المباراة الثالثة، دائما رغم تأخرها في المباراة الثانية وسئل عليها. سأعطيك فرصة للحديث في كل هذه الأمور، لكن بعد أن نستمع لقائد المنتخب المغربي أشرف حكيم. في الحقيقة نحن لم نكن في هذه الوضعية سابقا، وأنا سعيد جدا بروح الفريق بالمجهودات التي بذلت كذلك كي نعود في المباراة. أنا فخور جدا باللاعبين وبالمجموعة وما قدمناه. عدت بهدف وقمت بتمريرة حاسمة كذلك. ما مدى رضاك بمستواك؟ أنا أحاول فقط أن أساعد الفريق وأن أقدم مستوى جيد كي أفيد المجموعة. المجموعة ساعدتني، لذا أنا هنا من أجل بلدي وزملائي. المدرب قرر القيام ب4 تغييرات اليوم. هل تعتقد بأن هذا أثر على ربما مستواكم الدفاعي، خاصة عندما كان هايتي يضغط ويحاول أن يهاجم؟ كلا، أظن بأن كل لاعب متوفر للعب، زملائي جميعا جيدون جدا، كل من يشارك يكون جاهزا لتقديم الإضافة، وما يطلبه المدرب يطبق تماما على أرضية الميدان. وبالتأكيد قمنا بالتغييرات لأننا نحتاج للراحة لبعض اللاعبين للجولة القادمة. أنا سعيد جدا على كل هذه المجهودات، وكل من أتى كذلك ليشارك لأول مرة. ليس من السهل أن تلعب في مثل هذه المباريات، هذا صعب جدا صديقوني. أنا سعيد جدا من أجلهم وأشكرهم على هذه المجهودات. 7 نقاط، مركز ثاني في المجموعة. يجب السفر إلى المكسيك إذن لمواجهة إما هولندا، اليابان أو السويد. هل من أفضلية أم مهما كان الخصم؟ كلا، نحن نركز على أنفسنا فقط. نحن سوف نذهب إلى هناك ونكون جاهزين لتلك المباراة ونقدم أفضل ما لدينا لنجعل الجميع فخورين. للشعب المغربي مساهمة مميزة لأشرف حكيمي قائد المنتخب المغربي في هذه المباراة بتسجيله هدف وتقديم
تمريرة حاسمة، هو الذي بات صاحب أكبر عدد من المباريات رفقة المنتخب المغربي برصيد 13 مباراة. لعب 3 مباريات في روسيا 2018، 7 في مونديال قطر، والآن وصل إلى مباراته الثالثة، وهو كما أشرنا قبل قليل مع كابتن يوسف اللاعب الذي سجل في البطولات الكبرى كأس إفريقيا، الألعاب الأولمبية، واليوم في كأس العالم. أعود إليك كابتن يوسف، تفضل لك الكلمة. مشكلة اللمسة الأخيرة اليوم نتحدث عن ما كاينش لمسه اخيره اليوم، راه سجلنا 4 أهداف. لا أعطيك يعني وأنت قول لي إذا تفضل يلا. إذا رقم جيد أم لا. من أصل 22 تسديدة إجمالي، تسديدات 11 على المرمى، وسجل المنتخب 4 أهداف. قرأتك، أنا لم أقل شيء. لا طبعا ايجابيه جدا، 4 أهداف بحكم ان سجلنا. يعني تشوف لما تشوف اول مباراه وثاني مباراه سجلنا هدف كانت هناك فرص. لا اليوم كانت فرص، طبعا كانت فرص ضائعه في الشوط الاول، لكن كذلك يحسب لنا سجلنا 4 أهداف. ودائما الاهداف كانت تاتي كما قلت عن طريق الاطراف، مميز فيها دائما هي العرضيات، خصوصا حكيمي دائما المسانده يصبح كجناح. تموضع الصيباري احيانا اصبح لاعب ذكي في التموضع، شوف دائما يخرج الى الوراء في المنطقه عند 19 ودائما ما يسجل. نفس الشيء رحيمي، دائما الاعتماد على الاطراف، الكره لم تتجاوز بكل محيطها. نعم، بالتالي هدف صحيح وهدف شرعي، وتمريرته لجاسم اللي كان كذلك في موضع جيد. وهذه هي الجماعيه اللي تكلمت عليها يا امين. احيانا عندما تشاهد زميلك تمرر الكره يسجل هدف يحسب رحيمي. نعم، والتعاون موجود الان. بعض الاحيان شفنا بعض الانانيات في بعض المباريات، لكن اليوم كانت هناك جماعيه، كانت هناك فرص، شاهدنا العديد من الفرص. المشكل الدفاعي اللي تكلمنا عليه شيء طبيعي مع التغييرات، يجب ان نكون شرسين، لكن بعض الاخطاء مهمه أنها جاءت في المباراه هذه، أن يجب ان تصحح خصوصا في المباريات المقبله. تحدثت عن نوع من الانانيه، وانا ربما قرات افكارك تتحدث عن اللقطه السابقه في المباراه امام اسكتلندا، دياز. نعم، مهما كان اسم اللاعب والنادي الذي يلعب فيه، هل ترى انه من الضروري ان يتحدث المدرب بشكل شخصي الى اللاعب؟ يا اخي اعطي الكره، ريح المنتخب. هدف ثاني كان سيجعل المغرب تلعب براحه اكبر. وتكلمنا احنا على المباراه امين، لانه احيانا كره القدم هي كره جماعيه. لا قصدي يعني يجب ان يتحدث المدرب ام انه هذه الامور داخله في كره القدم؟ لا المدرب اكيد انه يتحدث، بس لكن المدرب هو يعرف، المدرب يتكلم في غرفه الملابس، لا يتكلم مع وسائل الاعلام. هذه اشياء تدور بين اللاعبين وبين المدرب فقط. ودائما الحفاظ على غرفه مس مهم جدا. اكيد انه يتكلم، لان في وقت من الاوقات عندما تسجل او تمنح الفرصه لصديقك يسجل، بالعكس يخدم المجموعه. صحيح. وكيف ما كان اسمك وكيف ما كان النادي اللي تلعب فيه، انت الان تمثل فريق وطني منتخب، بالتالي الجماعيه وهذا الروح مطلوبه. اليوم انا كنت مستاء من اداء صراحه الشوط الاول، لان الوحيد اللي كان ما يعمل الضغط، ما كان يعني ايجابي حتى في تعامله مع الكره. تغييراته اعطت اضافه كبيره. انا مش ضروري انك تكون دائما في القمه، يمكن يوم من الايام مش ضروري، لكن اقل شيء تحاول تضغط، تركض، تحاول انك تساعد الفريق، لكن ان تتمشى وتخلي اللاعبين يركضون وانت تتمشى، لا. هذا وعندما لا تكون في يومك يجب على المدرب تغيير. طبعا المدرب عنده كل الصلاحيات. المدرب هو يخدم المجموعه، ما يخدمش اللاعب بنفسه. المجموعه اهم من اي لاعب بالاسم. نعم. وبالتالي اظن نتمنى ان شاء الله انه يكون ايجابي اكثر ويكون حضور افضل، لانه عنده امكانيات كبيره وشاهدناه. صنع هدفين مميزين، لكن عنده الاضافه انه يضيف اكثر، وهذا ما نحتاجه من كل اللاعبين. هذه الاضافه نحتاجها في المباريات المهمه، خصوصا دوري خروج المغلوب. صحيح. دوري خروج المغرب مهم جدا. اقل فرصه لازم تسجل، ومن اقل خطا ممكن انك تتعاقب عليه. تسخير الفرديات لخدمه المجموعه طبعا. والفوز هو لكل المغاربه وللمنتخب المغربي بشكل عام. دعونا نتابع ما قاله محمد وهبي مدرب اسود الاطلس بعد هذا الانتصار والتاهل. السلام عليكم. سي سا سي منو اون فعلا نحن كنا جاهزين، وكنا قد قلنا ليس في المؤتمر الصحفي فقط بل حتى مع اللاعبين. كنا نعرف ان هذا الفريق ليس لديه ما يخسره، وانه سوف يحاول ان يقدم كل شيء، كرات طويله، لعب مباشر، وبالتاكيد ترك 3 لاعبين في الارتدادات الهجوميه. هنا واجهنا صعوبات رغم كل شيء. كان هناك تسديدتين فقط مؤطرتين اتى منها هدفين، وتسديده اخيره في اخر لحظه، وراينا تصدي بونو
تلك كانت ثالث تسديدة مؤطرة. ليس هناك فرص كثيرة لهم. نحن كنا مسيطرين تماما، ولا أظن ولا أتذكر حتى منتخبا مغربيا كان يسيطر هكذا في كأس العالم. نحن في كأس العالم لا تنسوا ذلك، كان هناك تسديدات كثيرة، فرص عديدة ومتنوعة، واستحواذ للكرة كبير جدا. لذلك علينا أن نحسن أكثر بالنسبة للفعالية والنجاح. سجلنا 3 أهداف وقبلنا 2، وأردنا أن نكون في المركز الأول. نحن في المركز الثاني على كل حال، سنقبل بذلك دائما بثقة عالية ونحاضر المباراة القادمة. في الشوط الثاني سجلتم هدفين، أهداف الفوز. ما كانت رسالتك للاعبين بين الشوطين؟ استرجاع الكرة بشكل أسرع واللعب عاليا لكي تفرض الضغط على هايتي؟ تكرار نفس الشيء. نحن حصلنا على فرص كثيرة في الشوط الأول، كان يجب علينا فعل نفس الشيء وأن نأمل بأن تذهب الكرة إلى الشباك، ولكن خاصة بالنسبة للارتدادات والكرات الثانية كان يجب أن نكون حاضرين وأكثر شراسة في الارتداد وكذلك في الكرات الثانية. هذا تحسن في الشوط الثاني، وكذلك طلبنا للاعبين تكتيكيا أن يغيروا بعض التفاصيل، ولكن ما فعلناه في الشوط الأول كان جيدا. أنا أكرر ذلك، حصلنا على فرص كثيرة حتى في الشوط الأول، لم نكن نحتاج لتغييرات كثيرة، أردنا فقط أن نمنع الخصم أن يكون خطيرا. 3 تغييرات، أناحي رحيمي وجاسم في الشوط الثاني، وساهموا جميعا في الهدف الرابع. أنت راض إذا بهذه التغييرات، خاصة رحيمي يسجل الثالث وجاسم الرابع. هذا جيد جدا، وهذا إيجابي لكل المجموعة وللاعبين خاصة. الكل كان سعيدا بأن تسجل الأهداف من قبل القادمين من الدكة، والثقة مطلوبة بالتأكيد، وهكذا تبنى الثقة مع لاعبين هجوميين يسجلون الأهداف. لكن النية كانت موجودة، الرغبة موجودة كذلك، العطاء من قبل كل اللاعبين أيضا، وأنا لست قلقا فيما يخص ذلك. الحمد لله أنا راض جدا، سعيد جدا، رغم أننا أردنا أن نكون في قمة المجموعة لكننا نواصل المباراة. أفضلية لمن تريد أن تواجهه في الجولة القادمة؟ يجب الذهاب للمكسيك الآن، إما هولندا، اليابان أو السويد؟ كلا، هذه 3 منتخبات من مستوى جيد، ليس هناك أي أفضلية. نحن سنجهز أنفسنا للمباراة، وبصراحة ليس هناك أفضلية. اليابان منتخب جيد، هولندا منتخب جيد جدا، خبرة كبيرة للغاية، والسويد كذلك فريق قوي جدا في الارتدادات، قوي في الكرة الثابتة أيضا. 3 أساليب لعب مختلفة من 3 منتخبات قوية، ولكن الأهم اليوم هو أن نركز على أنفسنا وأن نحسن بعض التفاصيل في لاعبنا، والخصم الذي سيأتي سنكون جاهزين له. شكرا. قبل أن نواصل حديثنا محمد وهبي يبدو هادئا مطمئنا إلى حد كبير، حتى عندما سجل على المنتخب المغربي هدف الدقيقة 10 قرأنا الشفاه كان يقول ربما لحكيمي أو لاعب آخر سافا غيفي، يعني ستأتي الفرص وسيعود المنتخب. بنظرك ما الذي تغير في هذا المنتخب مقارنة مع منتخب 2022 في وجود 9 لاعبين كانوا معك وكنت قائدهم؟ بالنسبة للمدرب، أولا أعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هادئا، لأنه بصفة عامة فريق يعكس دائما